السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل صمون الهمبرجر. راح أسويه باستعمال ماجي الدجاج وراح يطلع وياكم ولا أروع. نفس العجينة تقدرون تستعملوها لعمل معجنات بحشوات مختلفة وراح تشوفون نتيجة رائعة وطعم الصمون كلش طيب. راح نحتاج ملعقة طعام ماجي، ملعقة طعام خميرة، ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، كوب حليب، ملعقة طعام دهن أو زيت، وكوبين ونص طحين. عندي هنا بكاسة ضفت الحليب وراح أضيف عليه المكونات الجافة وأخلطه. راح أحركه لحد ما يتجانس الخليط، وبعدها راح أضيف ملعقة طعام دهن أو تقدرون تستعملون الزيت النباتي أو الزبد، ما يفرق، بس بدرجة حرارة الغرفة. وراح أبدي أضيف الطحين شوية شوية. إذا حابين تستعملون العجانة الكهربائية أو اليدوية هذا شي راجع لكم. أنا اليوم حبيت أسويه بإيدي. راح أستعمل بالبداية السباتولا، أحرك الخليط يمتزج وأضيف الطحين شوية شوية. وعندي هاي آخر وجبة من الطحين، راح أحركها وبعدها راح أعجن العجينة بإيدي. أتأكد أنه أحصل على عجينة متماسكة تكون هشة، لا هي قوية ولا هي طرية، مثل ما تشوفون. أضغط عليها بكل بساطة. طبعا راح أغلفها بالبلاستيك وأتركها لمدة ساعة، وبعد ساعة صارت عندي بهذا الشكل ونضاعف حجمها وكلش هشة ومختمرة. بصينية الفرن قطعت العجينة إلى 5 قطع وبديت أكورهم، وراح أغطيهم وأتركهم لمدة 45 دقيقة. كل ما تتركون العجينة ترتاح تحصلون على نتيجة أفضل. مثل ما تشوفون تضاعف حجمها. جبت عندي حليب وراح أضيف عليه شوية شكر، هذا حتى أمسح به العجينة. إذا حابين تستعملون بياض البيض أو صفار البيض أو البيض بصورة عامة تقدرون. المهم نريد نحصل على الاحمرار أو اللون الذهبي الحلو للصمون، وأريد يلتصق عليه السمسم. آخر عجينة بقت وراح أضيف السمسم، طبعا حسب الرغبة، إذا ما تحبوا لا تضيفوه. وبعدها حميت الفرن على درجة حرارة 400 وراح أشوي الصمون بالوسط لمدة تقريبا 23 دقيقة أو لحد ما يصير عندكم بهذا اللون الحلو الذهبي. مثل ما تشوفون صار الصمون جاهز، لونه حلو وريحته كلش طيبة. بهذا الشكل اللي تشوفوه سويت اللفات مال همبرجر بي كلش طيبة، وتقدرون تستعملون نفس العجينة لعمل عدة أنواع مختلفة من المعجنات. هو الصمون بحد ذاته كلش طيب. نكهة الماجي طلعت رائعة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالوصفة.